هو وهي متجوزين من 30 سنة. هي راحت طلبت الطلاق، فالقاضي بيسألها بيقول لها بتطلبي الطلاق ليه؟ قالت له تصور يا حضرة القاضي ان هو ما قاليش انا بحبك غير مرة واحدة. القاضي بص لها كده، مرة واحدة في 30 سنة؟ مرة واحدة؟ ازاي الراجل ده يعمل كده؟ فجاب الراجل، طب راجل كبير يعني، فسأله مراتك طالبة الطلاق؟ قال له انا مستغرب خالص انها طالبة الطلاق. قال له بتتهمك انك ما قلتلهاش انا بحبك غير مرة واحدة. فقال فعلا انا اقر واعترف ان انا ما قلتلهاش ان انا بحبك غير مرة واحدة اول يوم جواز. بس انا يا سعادة القاضي ما غيرتش رأيي طوال ال 30 سنة. هو ما غيرش رأيه لكن ما عبرش. واخدين بالكم؟ فهنا كلام الحب بيسبب نوع من الشبع العاطفي والشبع النفسي. مفردات الكلام الحسن. عايزك تحفظ الآية دهيت في سفر الأمثال 16-24. تعبير جميل وبليغ، يقول كده: الكلام الحسن شهد عسل، حلو للنفس وشفاء للعظام. أقولها تاني: الكلام الحسن. احنا جوه البيت، احنا في أول يوم جواز، احنا بنبني قاموس مفردات كلامنا وحياتنا. احنا بنختار الكلام اللي هيبني بيتنا. اكتر حاجة هنستخدمها في هذه الأسرة هو مواضيع الكلام. النهاردة هو وهي، وبعد شوية هيبقى عندهم ولادهم وبناتهم، وهيبقى في كبار وصغيرين، وبقت محور الكلام كله بيدور تحت الآية الجميلة دهي: الكلام الحسن شهد عسل، حلو للنفس وشفاء للعظام. شفاء للعظام يعني الصحة الكاملة. انتوا عارفين العظام جواها ما يسمى او ما يعني يمكن تسميته بالنخاع، والنخاع ده اللي بيكون كرات الدم الحمراء، ودي المصانع صحة. يبقى الدم كده بالاكسجين بتاعه بكرات الدم الحمراء مليان صح، شفاء للعظام. تعالوا ناخد مفردات الكلام الحسن. أول مفرد مفترض في حياة الأسرة هو كلام الحب. كلام الحب، وكلام الحب مش بمعناه الفاضي أو الفارغ زي ما بنشوفه يعني أو بنسمعه. كلام الحب بيعمل نوع من الشبع العاطفي. والكلمة الحب وكلمة أنا أحبك أو أنا أحبك، الكلمة دي في حد ذاتها لها مفعول السحر جوه نفس الإنسان، كبير أو صغير. والكلمة نفسها، أنت عارف يا ابني إن أنا بحبك، لكن أنت ما نطقتش الكلمة. فكلام الحب المتبادل ما بين هو وهي في غاية الأهمية، ولما بيتقال بطريقة رصينة ووقورة وحلوة وتكون مفهومة عند الطرفين. والنفس الشبعانة من العسل، العسل هنا هو الحب. النفس الشبعانة من العسل بتدوس. النفس الشبعانة مهما شبعت وارتوت تقدر تدوس أي حاجة بره، حتى لو كانت بإغراء مثل العسل. خد بالك إن كل طرف لما بيشبع من كلام الحب لا يمكن أن يؤثر فيه الكلام الخارجي مهما كان فيه كلام من بره. ما هو بيشتغل وهي أحيانا بتشتغل، هو بيتعامل في مجتمع هي بتتعامل في مجتمع. يا ترى البيت في هذا الدفء العاطفي؟